السلام عليكم، يومكم لذيذ جدا جدا جدا. انا ايه محمد وده بودكاست حكايه نعمه. قبل ما نبدا الحلقه حابه احذرك ان انت محتاج باسكت مناديل جنبك قاعد كده اهو، وتقعد بقى تسمع الحلقه كده على رواق وتسيب مشاعرك تنطلق زي ما هي عايزه. عارف لما يبقى مزاجك وحش بس الموضوع مش مجرد مزاج وحش ويومين وهتفك، لا، ده الموضوع كبير وانت من جواك حاسس ان انت قلبك كده مقبوض ومش مبسوط ومش عارف تخلي الموضوع كالعادة كده بينك وما بين نفسك وما تبينش مشاعرك دي لحد. لا، ده انت الموضوع وصل ان انت ما بقيتش عارف تخبي. لا، ده الناس اللي حواليك بيسألوك هو انت مالك، انت مش مظبوط، انت دبلان كده. طبعا انت بترد عليهم الرد المعتاد، انا تمام، انا مفيش حاجة خالص. بس انت من جواك لا، هو في حاجة بس انا مش عارف ايه هي. انا تايه، انا مش مظبوط، انا زعلان بس انا مش عارف ايه السبب. او يمكن تكون حتى انت من جوه نفسك مش عارف تقول الكلام اللي انا لسه قايلاه ده، اللي هو انا زعلان، انا مش مبسوط، انت حتى مش عارف تجمع كلام، انت حتى مش عارف ايه مشاعرك، بس انت بجد في حالة مش حلوة. عارف الحالة دي؟ انا بقى كنت في الحاله دي بقالي فتره طويله كمان. طبعا كالعاده اول حاجه عملتها ان انا ابتديت افكر نفسي بنعم ربنا اللي حواليا، اللي انا متاكده ان مش كل الناس كانت محظوظه كفايه ان يبقى عندها النعم اللي عندي. وده مش انا بس، لا، ده احنا كل الناس كده، كل الناس محاطه بنعم ربنا، حتى لو انت شايف ان هي نعمه بسيطه. يعني كون ان انت عندك سرير بتسمعي دلوقتي وانت قاعد عليه، او بالليل هتروح تنام عليه، دي حاجة كبيرة جدا. انت مش متخيل في كام واحد في العالم ما عندوش سرير، او بيحلم ان يبقى عنده سرير في ربع جمال السرير اللي عندك، حتى لو انت شايف ان هو اسوأ سرير في العالم. قعدت فكرت نفسي بكل النعم اللي اقدر عليها، ولكن لا، انا مش قادر. انا لسه في حاجة مش عارفة ايه، بس انا فعلا مش كويسه. بتمر الايام وانا على الحاله دي لحد ما بيجي في يوم في صلاه العشاء تحديدا، ومره واحده بدون اي مقدمات بتفتح في العياط. انا مش عارفه انا كنت بعيط كده على ايه، انا مش عارفه كل العياط ده كان فين. انا بعيط بهستيريا، عياط 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 عياط، لدرجه ان اقسم بالله انا كنت خايفه على عينيا من كتر ما انا يعني بعيط. انا بقيت عيني اتنفخت، انا ما بقيتش شايفه، بقت كل حاجه اللي حواليا زغلله، فبقيت بجد خايفه على عيني، ومع ذلك انا مش قادره اوقف. عياط 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 مستمر. انا فاكره كويس قوي ان انا من كتر العياط، انا وانا بسجد كان جسمي بيترعش من كتر فيضان دموع. خلصت صلاه العشاء الحمد لله، بس الدموع لا، خلاص بقى احنا فتحنا وشكلها كده ما فيهاش قفل دلوقتي خالص، احنا لسه مكملين. وابتديت احس مره واحده ان فتره السكوت دي كلها انقطعت خلاص. انا مره واحده حسيت ان انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله للمولى سبحانه وتعالى. فطبعا الحل الامثل في الموقف ده وفي كل المواقف ان احنا نصلي ركعتين قيام ليل. لو لسه بتسمعني فانا ايه محمد وده بودكاست حكايه نعمه. ما تنساش الفولو واللايك والشير، ويلا نكمل قصتنا. فاكر الكلام الكتير اللي انا لسه قايله لك عليه، اللي انا كنت عايزه اقوله ربنا وعايزه ادعي كتير من قلبي وعايزه اعمل مش عارفه ايه كل ده مفيش منه ولا كلمه واحده طلعت. مجرد ما ابتديت اصلي مش عارفه ايه اللي حصل، بس بقى كل اللي عليا ان انا بعيط تاني، بعيط بعيط بعيط، وهي كلمه واحده بس: يا رب. بقيت عماله اقول يا رب يا رب يا رب يا رب. هو بقى سبحانه وتعالى اعلم باللي جوايا، انا ما بقتش لاقيه كلام اقوله. لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي انا مش عارفه كنت بعيط على ايه، ولا عارفه ايه بالظبط اللي كان ضاغطني، ولا عارفه ايه اللي حصل. بس متاكده منه ان انا بقيت احسن بعد الصلاه دي بنسبه 1,000,000%. وده خلاني افكر في حاجه واحده بس: هو كان هيحصل ايه لو ما كانش ليا رب اروح احكي له واروح له لما يبقى خلاص فاض بيا؟ كان هيحصل ايه لو ما كانش لينا رب كريم بابه مفتوح لنا في اي وقت نروح وندعي نصلي نتكلم في اي وقت، اي وقت بابه مفتوح لينا؟ انت متخيل الدنيا هيبقى شكلها عامل ازاي لو انت خلقت كده في الارض لوحدك مع نفسك؟ تصرف بقى زي ما انت عايز، انت حر. يعني انت بس ممكن تبقى حاسس ان الموضوع غريب وان هو اكبر من احنا نتخيله، ده لاننا الحمد لله مولودين في نعمة. بس هنروح بعيد ليه؟ انا كان في مدرسة الثانوية بتاعتي
كان المديرة بتاعة المدرسة الطلاب مسموح ان هم يقابلوها من الساعة 12 للساعة 1 الظهر. لو حصل لك حاجة قبل كده، حصل لك حاجة بعد كده، مع نفسك، دي مشكلتك. لكن هي ما بتقابلش حد غير من 12 لواحدة. بالاضافة ما كانش مسموح لنا ان كل المواضيع ندخل نتكلم فيها مع المديرة. هي الاول بنقول للسكرتيرة احنا ايه المشكلة اللي عندنا، وهي تقرر هل المشكلة دي هينفع تدخل بيها للمديرة ولا لا. لكن تبص على رحمة المولى سبحانه وتعالى بينا، في اي وقت ينفع تروح وتتكلم. تبقى عندك يقين ان زي ما بنسمع في كل اذان الله اكبر الله اكبر من كل المشاكل اللي عندك مهما تعظمت ومهما كبرت، وان مسموح لك تقول اي حاجة وتتكلم في اي حاجة وتحكي اي مشكلة، لا قيود، كل اللي انت عايز تقوله قوله. انا حقيقي ممتنة قوي للامر لدرجة ان انا مش عارفة انهي الحلقة وانا بحمد ربنا على انهي نعمة بالظبط، من كتر ما هي نعم كتيرة وكلها نعم حقيقي حلوة. يعني الحمد لله على ايه ولا على ايه؟ الحمد لله على ان انا قادرة في اي وقت ان انا اروح اصلي وادعي ربنا. الحمد لله انا في اي وقت قادرة ان انا ادعي واتكلم مع ربنا. الحمد لله ان ربنا سامح لنا ان احنا نتكلم في اي وقت ونقول اي حاجة. الحمد لله ان ربنا قال لنا ان هو اقرب الينا من حبل الوريد. الحمد لله ان احنا مش في الدنيا دي لوحدنا نجري فيها جري الوحوش وفي الاخر ما نوصلش لشيء. الحمد لله على نعمة ان ربنا قال لنا ان هو موجود. الحمد لله على نعمة ان ربنا ما سابناش لوحدنا في الدنيا. انا متأكدة ان قصة النهاردة فكرتك بحدث ما في حياتك، فشاركنا بيه في الكومنتس. لو عجبتك حلقة النهاردة ما تنساش تعمل لها لايك واعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل الحلقات اول ما تنزل. تقدر تسمع الحلقات اللي فاتتك من البودكاست على اليوتيوب شانل آية ذا ريل، او تسمعها على كل منصات البودكاست. ده كان بودكاست حكاية نعمة وانا آية محمد. شكرا انك اتفرجت او سمعت الحلقة للنهاية. مع السلامة.